ضد واحد عدى وفات، بيلعبها لصامويل اوسو، صامويل عدى وفات، خطيره وتسديده. الله 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 الله، يا حلاوتك يا جمالك، خليتني الحلو ايه؟ كان مالي بس ومالك، تجرحني بهدفك ليه؟ اللقاء، وادي الضربه الحره، مياه البحيره على ايمن قريب وعلى طول بيطلعها الديفنس وضربه جزاء، لمسه يد وضربه جزاء. اسامه فتحي وجوه الجول محمد فتحي بيسجل هدف التعديل وهدف التعادل لمياه البحيره. لا، اولا الحمد لله على كل شيء. انا بلعب النهارده فرقه ديكنس، فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه جدا، عندها افراد وعناصر كويسين جدا، فعشان صعوبه المباراه لازم تشتغل على عناصر القوه اللي عندهم. صعوبه اللقاء اللي هم عندهم كان عندهم تعادل في ملعبهم، فجايين لازم يعني ما يخسروش، على الاقل تقدير ما يخسروش، عاوزين يكسبوا. اشتغلوا على الثلاثه اللي فوق، صامويل اوسو وعدا وعاكف. حتى كنا عاملين حساب وليد ما بداش الشوط الثاني، ما بداش الشوط الاولاني، نزل الشوط الثاني. لا، عندهم شغل كويس جدا، عندهم الحته الهجوميه كويسه جدا. فرقه ديكرنس بيلعبوا بشكل منظم، فرقه تقيله، مش فرقه سهله ان احنا نقدر. الحمد لله احنا الشوط الثاني يعني قدرنا نشتغل عليهم كويس، كثفنا الحته الهجوميه على خط الظهر، وقدرنا فعلا زي ما انت شايف جبنا هدف التعادل. واعتقد يعني كان فرصه جات لنا الشوط الثاني، والاخص الكره الاخيره. لا يعني بدلك احمد سليمان، هو لو مش هيعرف لو عاوز يضيعها مش هيعرف يضيعها، لكن انا بقول للاعيبتي عملتوا جيم كويس، مفيش مشكله. احنا اضعنا فرص كتير، لازم نستغل ماتشات الترقي من نص فرصه زي ما بيقول، لازم نستغل. صامويل اوسو استغل استلام مع دوران، حط وش رجله جاب جول، خلاص هو مستني يلعب على دي. وانا منبه جدا صبري، مع ان صبري عمل ماتش كويس جدا الحمد لله، ومن المدافعين الممتازين، لكن بقول الحمد لله على التعادل. وبشكر فريق ديكرنس، وبشكر فرقتي فرقه مياه البحيره. وانا بقول اللعبه كلها لسه كل الفرق فيها، يعني انا بتكلم ديكرنس ومياه البحيره والحريه وبيلا. حتى بيلا احنا لسه عارفين حالا اللي هم احنا كنا متخيلين هم خسرانين، هم لسه متعادلين دلوقتي 1-1 مع الحريه. فاصبح مجموعه صعبه جدا، معقده جدا. انا وجهه نظري النتائج دي مش هتحسم الا في النهايه، يعني النهايه هتحسم في الدور الثاني مين اللي هيصعد. دي صعوبه المجموعه. هو طبيعي هي مش عوده، احنا اصلا كنا بنشتغل اللي احنا نكسب، ما اخبيش عليك يعني. زي ما قلت لك في الاول، احنا بنلعب فرقه مش سهله، فرقه كويسه جدا، فرقه ديكرنس. فاصبح احنا لازم نشتغل عليها بشكل فيه حرص شويه على مفاتيح لعبهم. والحمد لله قدرنا، بالاخص الشوط الثاني كان عندنا الدافع اللي احنا نرجع، لان كنا متاخرين بهدف، وفعلا رجعنا. ولو في تركيز شويه من محمد مناع، يعني ضيع 4-5 كور، احمد سليمان فولي، كنا نقدر ناخد الماتش. لكن برجع وبقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. احنا عندنا حافز اللي احنا ان شاء الله ماتش الحريه باذن الله نقدر نعمل فيه حاجه كويسه باذن الله، نرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله. وبشكر فرقتي وبشكر فرقه ديكنس على مباراه كويسه الصراحه، يعني الحمد لله على كل شيء. برحب بحضراتكم الاول. الحمد لله والله احنا يمكن نازلين النهارده على 3 بونت، ماتش على ملعبنا. بالله فرقه كبيره بس احنا برضو فرقه كبيره لنا اسمنا. كنا بنسعى ان احنا ناخد 3 بونت النهارده، ولان في الدوري ده دوري قصير، فال3 بونت بيفرقوا كتير. اللي بياخد 3 بونت بيفرق عن الدوري 5 فرق، فمش واول وثاني، ف3 بونت يفرقوا كتير. لو مش هتصعد اول هيبقى برضه في فرصه انك تصعد ثاني، لكن البونت عطلنا شويه. لكن احنا لسه الحمد لله لسه بدري، وبرضه احنا ما زودناش الفرقه بتنافس معانا، ما زودناش 3 بونت. الحمد لله احنا معانا البونت وقدرنا نكسب. ما قدرناش النتيجه الحمد لله، يعني برضه بونت مش وحش يعني الحمد لله. اكيد دفع، بس احنا كنا نسعى ل 3 بونت، يعني 3 بونت كانوا يفرقوا معانا اكتر. لكن الحمد لله احنا برضه البونت مش وحش. لكن احنا عندنا ماتش الحريه والماتش الجاي برضه بالنسبه لنا برضه هنسعى ل 3 بونت، لان ما فيش خلاص وقت التعويض ان انت مثلا بونت، وهيعطلك كتير البونت يعني. لكن ان شاء الله هنسعى لماتش الحريه برضه، بنلعب فرقه محترمه، فرقه كبيره كلها خبرات. ان شاء الله نسعى برضه ل 3 بونت، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يعني. طبعا انا بحمد ربنا طبعا على التعادل مع فريق الميه.
على ملعبه وسط جمهوره، لكن ده مش طموحنا. احنا كنا جينا عشان نكسب، وبالفعل اتحقق المراد، لكن ربنا ما أرادش بضربة جزاء. يعني مش هتكلم على التحكيم ولا هتكلم لنا اختها بالظبط، لكن انا بوعد جمهور ديكيرنس ان شاء الله من هنا ان شاء الله ان ديكيرنس هيصعد، وان شاء الله باذن الله هنصعد اول زي ما احنا ماشيين ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، وبدون هزيمه ان شاء الله، وباذنك انت يا رب، باذنك انت يا رب. نوفي شويه من جمهور ديكيرنس المحترم بصراحه اللي جاي ورانا. بشكر الجهاز الفني، بشكر الاداره، بشكر المركز الاعلامي، بشكر كل المنظومه. بصراحه منظومه محترمه ما بتبخلش على اي حد باي شيء. هنفضل للاخر صفاره الحكم الصعود اول وثاني، لكن انا بقول ان شاء الله باذن الله هنفضل ان احنا ان شاء الله نصعد اول ان شاء الله باذن الله. فرق 4 بونت، لكن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لينا ماتش مع الحريه هناك. بنفكر الاول في بدوي اللي ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله احنا زي ما انا قلت لك يا ابو خالد ان احنا بنلعب ماتشاتنا كلها ماتشات كؤوس، ماتشات مكسب. احنا بنيجي بره جوه بنلعب على المكسب، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ديكيرنس يصعد ان شاء الله. كلمه اخيره، بشكر الكابتن حمدي مدرب حراس المرمى، طبعا تكريم قبل المباراه لافضل حارس في الدرجه الثالثه ده مش من شويه. بشكر الكابتن عمرو الاحمدي اللي بدا معانا الموسم، بشكر الكابتن عمرو عيد، بشكر محمد فتحي الوافد الجديد، انا بشكر الرجاله اللي معايا اصحاب القفازات الذهبيه زي ما بيقولوا. ده مش تكريم لوحدي، ده انا بيتهيالي ده تكريم لل18 وبيتهيالي تكريم للفرقه كلها. عاد فريق مياه الدقهلية في شوط اللقاء الثاني وخطف نقطة التعادل من ضيف فريق ديكيرنس لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. رصد لكم هذا التقرير مدير التصوير صلاح الزغبي، البث المباشر أحمد أمين، وتعليق العرب الأشموني، وكان معكم محمود خالد للمركز الإعلامي بنادي ديكيرنس الرياضي.